السلام عليكم، واش راكم؟ شحوالكم اليوم؟ في نعمة والحمد لله. حبيباتي غالياتي، جيتكم اليوم من داري عودة إلى زوجي بعد فراق مدة شهر ونصف. رجعت لداري والحمد لله ولك الحمد. عودة ميمونة لبيتي اللي نحبها ونموت عليها. بعد الفراق هذا رجعت لداري الحمد لله، ملقيت بزاف فوضى. لقيت الدار كيما خليتها، أكيد كانت مخلوقة ما كان حتى فيها حتى واحد. البعد عن الزوج بسبب ظروف العمل. كان الجو ممطر، كان الجو رائع صراحة. شوفوا كيما لقيت الدار الحمد لله لقيتها نقية بصح هكاك، وكاين غبرة وكاين يعني لازم تتسيق. يعني قبل أنا جيت قبل ما يوصل الزوج للدار باش نسيق ونطوي الحالة باش نلقى الدار نقية ونظيفة. أكيد هنايا كنت نطلع على الدار واش فيها واش ما فيهاش، وكان عليا نشم على ذرية. بديت مباشرة بغرفة النوم. أكيد رحت ناحية الفراش اللي كان مفرش لقيته شوية مغبر. أي ناحية هذا اللون الفراش الأحمر صيافي، خاطرش كنت تقريبا حنا كان الجو هذاك الوقت بارد، كان واحد تاع الشتا. أي ناحية هذا تاع الصيف كيما راكم تشوفوا في اللون الأحمر. عمرت المخايط، ها هو الفراش مهبل متحوف سامبل تاع صيف، وانا نحب ستيل هذا. والرخاص راهم يديروا 150 الفراش. بديت نعمر المخايط نتاوعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي غالياتي. كنت نفرغ كل مخدة وحدها. ما أحلى نلقى لو كان جايدهم صراحة، ما كاش قد النقاوة وقد النظافة. لو كان لقى واحد دارو ديما تقعد تنقي بصح مع الأولاد راكم تشوفوا ساعات يرجعوا. بصح حنايا ديما أنا عندي الفكرة هذيك أن الفوضى ماشي معنى أنك تلقاي الألعاب طايحين، تلقاي القش ماشي مغسول في هذاك النهار، الدليل أني وليدي نظفتهم. أنا ولادي إذا لقيت لهم مع ماشي مغسول، الدليل أني عائلتي وكلتهم. خاطر أني ديما تلقاني بيرفكت هذه مستحيل. بس تلقاي فراشي نظيف، كي تحكمي الطاطا تلقاي ريحته نقية. تقعدي في الأرضية تاعي ما تلقايش تتلاصق. هذاك هو النقاء. أما تلقاي السلة تاع القش معمرة، أما تلقاي البوطاج معمر ما تصدوش. هذا أكد دليل أني قايمة بعائلتي وقايمة بولادتي. وش قلت البنات؟ صح ولا لا؟ لا، إذا راني غلطة قولوا راكي غلطة، ماشي هكاك. المهم أنا سيقت وكملت ضربتها بالنشاف، غسلت الماء أول حاجة جبدتهم بعد عاودتها بالنشاف كيما راكم تشوفوا. خياتي لما نحب نقرا، نحب سورتو الأرض في الصيف ديما نبل. أنا في الصيف نموت على الماء. أنا في الصيف من الناس اللي يحبوا الماء. دخلت في الكوزينة ثاني ضربت لها ضربة بإزيز، كانوا يشوفوني يضربوا عليا ضحك. المهم أنا نحب نسيق بإزيز الكوزينة باش يتنحى هذاك الدسم. هنايا سيقت الكوزينة نقيتها الله الله كي يدخل يلقى غير ريحة الصانيبو وريحة النقا كيما راكم تشوفوا. هنايا ثاني فوت للشامبرا هذه غسلت الطاقة تاعها لقيتها مقبرة وسيقتها. أروحوا نضربوا مع بعض الطلة في الدار نقية ونظيفة الحمد لله ولك الحمد. حبيباتي كما راكم تشوفوا هذه هي داري الحمد لله، دار زوجي ليها مع أول مرة يدخل في القناة يفعل الجرس ويشترك في القناة وأنا ساعات عند ماما وساعات في داري. هذه هي الشامبرا بعد ما صفيتها ورتبت الفراش وعاودت له. أكيد وصلت ليلتي هي أني نروح ندوش. لبست هذه درت المقشر للمتعب اللي ريحته تاع نقا ونظافة، والمرطب هذا المخمرية اللي تهبل صراحة نموت عليها تعجبني. قلبت تكمل ونزيد نشري وحدة. هذا عندي 3 سنين وأنا نستعملها. خاطر البطاطا يعني تكمل ونزيد نشري. وما يوعي الريحة اللي نموت عليها، ريحة صيافي، ريحة تهبل. هاي ندير لكم شوية معايا الريحة وعلاش لا ريحة النقا وريحة النظافة اليوم. ومع الصيف أكيد راح نستعملوا ضوف. أنا نستعمل هذه للرعد حاجة هكا تعطي الريحة تهبل وتقعد صح 48 ساعة. من نديرها تحسي نقا ونظافة وما نخممش نطلع على يديا وين نحب. المهم نقا ونظافة. وهذه خياتي خفيفة وشريتها ب25 ألف قد. 25 وتكوني أنيقة. واش رايكم؟ وتجي تهبل في لبستها وتجي رائعة في لبستها صراحة. أنا هذا ستيل يعجبني بزاف، نحب الروبات كيما هكا. وثاني ناض ولدي ديتو حتى هو دوش قبل ما يوصل باباه باش يلقاه نقي وريحته نقية كي يشمو ويجي بوسو. دوشت الولاد تيفيزوج ماكسيموم ما صورتش الاخر مع الفوضى. يا اخي تعرفوا اكيد رقدوا الولاد. وصل للزوج حطيت له لقيت يتغشى في الطريق وحطيت له هذا شويه مكسرات
الدجاج وشوية يقول لك الولاد كلاو منها أكيد وياغورت ياكو وسوسات كلاسيك كيما راكم تشوفوا سهرة خفيفة مع الزوج باش نبدلو الروتين ونبدلو الجو مع بعض ونفرغوا قلوب لبعضنا لمدة شهر ونص وما كاش حكايات تاع التليفون تاع دقيقة دقيقتين فقط. اليوم نوض الصباح على بركة الله درت لكم غدا خفيف سباغيتي على طريقة هشام شيف صلاح لبتني عفوا. طريقة سباغيتي هذه خفيفة تاع مدة يعني مازال ما قضيتش لداري تما قضي اللي كاين في الدار. تما جبته معايا حقيقة جبت من عند ميمتي هذو الحوايج راني حنطيب بهم اليوم باش غدوة اليوم الصباح راح الزوج قضى لي من بعد في الفيديو القادم ان شاء الله راح نحط لكم واش قضى لي الشهر جويلية وتشوفوا قضياني كامل. حبيباتي غالياتي صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش تكبر عائلتي بكم وقولوا لي وش رايكم في الفيديوهات هذا من الروتينات اسكو عجبوكم ولا لا. دعموني بدعمكم وتكبر قناتي مادامها صغيرة باش توصل راني ناخذ لكم الرأي على اسم القناة وغيرته مالا. خليوا نتوما في الكومنتار وقولوا لي واش رايكم في العنوان الجديد تاع اسم القناة اسكو عجبكم ولا ما عجبكمش. انا درت سباغيتي تاع الشعير هاي شوفوا تاع جماعة الريجيم تهبل البنات والله راهي يجي خفيفة وتجي سهلة في الطياب وطريقة الأكل تاعها سهلة. شاهدكم في الجنة حبيباتي دمتم في رعاية الله وبركاته. تابعوا معايا الفيديو للنهاية تشوفوا نتيجة السباغيتي تاعي اللي سهلة مهلة ما تديش لي تاكل في المقلة. صراحة درت لي زيبيس راس الحانوت زنجبيل فلفل كحل فلفل العكري هادم هما ودرت البصل حيتو قطعته شوية طماطم مربيتو وديري سباغيتي وتحطيها على النار الهادية خلاص صغيرة فيهم وتخليها تشرب الماء تاعها في غرضها. هاي النتيجة حبيباتي سلام دمتم في رعاية الله وبركاته يا أروع متابعين قناتي. شكرا لكم.